انتظر جواب. نعم. اليوم كان اكو تظاهرة للمحاضرين وصار هناك احتكاك مع القوات الأمنية وصار إطلاق رصاص حي، ولو ميت لي واحد على مود والله دا يطالب بتعيين، حتى الموضوع يقول لك هيك خبزة بهالذلة هاي مترات. شلون يتعاقد مدير تربية الرصاف الثالثة ويا 35,000 أو 31,000 وبعدين هذا بدون علم وزارة التربية؟ هكذا قيل لنا أو سرب لنا. شوف احكي لك شغله واحده. التقت نقابه المعلمين بالسيد رئيس الوزراء. ولا راح نقول لك احنا ابطال او طلعنا مظاهره او رحنا واجينا. نوايانا كانت مع نوايا السيد رئيس الوزراء وهو صاحب القرار. ونوايا سليمه بتثبيت المتعاقدين والمحاضرين الوجبه الاخيره اللي قبل هذه. فاصدر قرار جمعهم المحاضرين، لكن الموضوع الان هذا الموضوع لولا التدخلات ولولا التسييس ولولا الدفع شويه باتجاه زياده يمنى او يسرى الموضوع ينحل. لكن ثقتنا كنقابه معلمين بالسيد رئيس الوزراء هالموضوع ينحل وابسط من عنده ماكو. لكن التصعيد يعني تظاهرات مسيسه هسه البعض، هسه مو كلهم، يعني تعال اقول لك بس اسمح لي عقبه لو حفره خلوه بطريق الحكومه. خل احكي لك شنو نقابه المعلمين يجوها متظاهرين بالليل تغلق نقابه المعلمين على شو تردون؟ اريد سلم الرواتب زين واحنا ايش عندنا وزاره ماليه؟ انا رئيس وزراء هيك كان الجواب؟ ها؟ هيك كان الجواب؟ باب نقابه المعلمين تغلق نقابه المعلمين، ليش يا ايش تردون انتم؟ احنا زملاء جايين نسلم الرواتب، طيب سلم الرواتب سربه سياسي، لما تجي الواقع الحالي لحد الان بالبرلمان ما يتجرأ واحد يقول موجود، ما يتجرأ واحد مجلس وزراء يقول راح نقره، ما تتجرأ وزاره الماليه تقول اي او لا، وزاره التخطيط كمقترح قديم من 2012 او 13 او 14 تم مناقشته. مشكله العراق خلط الاوراق. والاستفاده من اي مظاهره وركوب الموجه. احنا هذا كليته مو يمنا. عندنا 31,000 حامل شهاده، تاكد من شهادته، عنده استحقاق مستوفي كل الشروط. مستوفي كل الشروط، يستحق ياخذ مكانه بالدوله العراقيه كمعلم كمحاضر. لما تقول لي شلون؟ اقول لك كاجراء اداري، موظف اخطا، ناصر اخطا او فلان اخطا، انت تعاقبه وفق قانون ضباط موظفي الدوله. اما كمواطن طلعته من بيته ووقعت وياه عقد، انت اللي كفلته، الشخص كفلته كمديريه عامه، انت تتحمل مسؤوليه المديريه العامه، ما تتحاسب، ما تقصر مع المواطن. هذا مواطن وحامل وحامل شهاده. عين لي 31,000 إيه؟ هذا شو اسوي بالموازنه؟ الموازنه هي هسه 75% تشغيليه. يعني هسه سائق سياره عسكريه او لا سمح الله باي شيء اجرى حادث، تقيم على الشخص لو على الدائره مالته والمؤسسه مالته؟ لا على الشخص، على المؤسسه مالته. هذول الناس عندهم حق يم المؤسسه يم رئيس الوزراء ياخذونه. اما تريد تعاقب المديريه العامه، تعاقب شخوص بها، فانت توكل على الله خذ راحتك. وبالمناسبه المره الاخرى نعيدها، نرجو من رئيس الوزراء التغيير لا ينفرض، التغيير لا ابدل شخص بشخص ثاني، خل ابدل اداري بقائد، انت مرحله نهوض عندك مرحله بناء استراتيجيه وتنفيذها، محتاج لك ناس وياك في الميدان. من يقول؟ مدير عام، هاي اماني، مدير عام اللي يطب من الصبح للمكتب ويطلع العصر من المكتب ظهره عرقان وما يدري بمدارسه. انا اقول يجب اعاده النظر بكل مدير عام من هالنوعيه. طيب خلي اسال، اريد اجابه لان الناس